lebih ke pihak Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم
وبارك عليه ولم تقم مكرك على مدينة القرية بمدينة المنوتة إلا ومكان الطائفة النجارية Habis syarat dan wadakuan walama kamarya wajangan masyarakat adahu perteras kemaram ini suatu kehadiran terkudunya kamaran nuraya talalausan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jiwa membatin kabul kalian mensadir salati wal taslim wa sallim wa barik alaihi.
إلى رفقة قدري على سائر البرية وأنه الحبيب لم يكن اتباعه وسجايا ودعت أمه عبد الغفران يوم يطوف بها طريق البرية وأقبل مسرعا وننصر إليه وبلغ من السرور منى ودخله التقة ضراء وكان يدعو بخلوص النية ويذكر الله تعالى على ما من النبي عليه وأوتى وولد صلى الله عليه اللهم صل وسلم طيبا دائما مقولة بكل العناية أين وكلا له جده وتنصب الليال سويا وأولم وطعم وسماه محمد أكرم أصوات عطر اللهم كبرت للمسجد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ودهر إلى ولادته خوارق وبرائح الغيبية مختار الله تعالى ومجتباه وزيدت السماء إفتا وردا رؤوس الشيطانية ورجى رجوم النيرات كل رجيم فيها لمرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم عليه واستنارت بنورها خالد الحرم والحرم وخرج معه نجاة من قيصرية فرأى من بتاع مكة دار ومعناه وأنزل الإيمان بالملائكة الكسروية الذي رفع سروال سمكه وسكت أربع سنوات سربات كلية وأنزل البشرى لقوم ما أصابه وأراه عملت النار ومالت الفارسية لطلوع البريد وإسراء Belok kakaknya. وقال وارث ما وطن وهي مفادة في كرامات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقد للدم لها وكان مولد صلى الله عليه وسلم المعروف بالإراث المكية والولد الذي لا يدر سجره ولا يختلاه له وطيف في عام ولادته في سرها وفي يومها على الأكوان الماء مرضية والراجع أنها طوال فجر يوم اثنين ثاني ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله عن الحرم وأماءة اللهم اغفر الكريم بسدين صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وارضعكم أيام الله صيبة التي أعطتها كل ذكر ويقتلين بالله عليه الصلاة والسلام وارضعكم عبد يا مشروع وأبي سلمة ويدي حفيظة وكان صلى الله عليه وسلم اللهم صل إلى أن أراد على دين قيام
الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت خلافا من نحوها ثم أردتهم فتاه حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباها فأصب عيشها بعد المحن قبل العشية ونقص إياها بدر ظل بلا واليمين والكلام آخر أخاه واصبحت بعد الغزال والفخر دانية وسميت الشارك لديها واشفياء وإن جاب أن جارية بهمة ورزية وطرد السعد بن عيسى علي وساعة يوم مبارك بسبيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشكو في الجماعة الصلاة والسبي في السر بناية الركبانية فقام على قدميه في صلاة ومسا في أمس وقويت في تسع من السرور بفصل نطقها وسك الملكان سر الصريف لديها والرجاء منه علقة دموية وزال منه أدى الشيطان وبالسلك كالصلاة ومنه حكمة ومعاني إيمان يسمعته وبعاتم النبوة حتما ووزنه فرجا بيلك من الأمة الخيرية ونشد صلى الله عليه وسلم عن الأوصاف بحال السبا ثم رد صلى الله عليه وسلم إلى أمي وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بأن يتطشى ووفدت عليه وليمة بأيام هريجة السيدة الودية وما من إباء الوارث بإباء وكلمت عليه بيوم هنين فقام إلى وده الأرجحية وبسطنا من رداء الشريف بساق بر وندى والصحيح أن أسلمت موسكا والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة من جوم سقاط اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ الصلاة والسلام والبشير خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت وفاز بالأبواب أو بشبه الأجر وفاء فحملت والدته أمه أيمانا الحبشية التي زوجها بعد من سبع حارثة مولاه وقالته على جدي أبي المطلب وطاف ضمه إليها وقله على النبي وقال إنا لبني آدم شأنا عظيما فمن المكين لمن وفره ووالاه ولم تشك في صبا وجوها ولا تسن قطوها ورسول أبيه وكثيرا ما بلغ ابتدى بماء زمزم فأشبه وأروى ولما أضيفت بفناء جده ابن المطلب مطايا المنية كفله أمه أبو طالب شكيك ولية الله فقام بكفالته باسم قوي وهمة وهوية وقدمه على النفس والبنين وربا ولما بلغ 12 سنة ولده صلى الله عليه وسلم إلى البلاد الشامية وأرفع الراهب بحيرا بما هازه من وصف النبوة وهواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا قد سجده الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أوى وإنا لنجو في الكتب القديمة السماوية وبين كلمين خاتم النبوة قد أمرون وآلا هو أمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الساحل قدس بشرى عدل اللهم تبرك بأرف سجن من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا بسيط الجليل بالعدل يا ملك باب الكفاء يا من
Amin. وبآل رسول الله وسكينة السلامة والنجاة تشهد الجلاد الذي ترغبتون فضلا من الله وبأمانة شريعة المساكين الذين تبشرون بنعمة وفضلا من الله أنتم كان فرسل يا وكيل من هادرين وتحرمنا وتخلصنا وتهديك لنا وعلمك لنا وتكفينا ورانا وتوفنا كل جم جنينا وتوفنا كل جم جنينا وتمنى كل ذنب جنينا وتمنى يا مولانا كل ذنب جنينا برحمتك ومغفرتك وترحمتك وكجنا اللهم نجعل لكل شيء مقاما ومجيا ولكل رجل كرجا وقد ارسلناك من يفعل لنا ما منك رجونا فإلنا ما منك رجونا وإلنا يا مولانا ما منك رجونا وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما سلفت الآذان وتعالى سبحانه كنت تسأل سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita bersama-sama mendoakan pengantin itu Nur Wahidah Sultan dengan Muhammad Amran. Mudah-mudahan sebentar lagi habis meningkatkan hati diberikan pada panjang keumuran, diberikan kesehatan, diberikan rezekinya, diberikan kedua anak saleh dan saleh dan keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin syakirin ahmadan na'imin rabbana Allahumma aftahna abwaaba khairat abwaaba salamati wa barakati wa barahmah wa tabati wa rizqi wa min ni'mati wal quwwati wal jannati wal iman Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tamanan ba'dal maut Allahumma hamdana fi sakaratan mati wal najati minan nar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka